ما يزال الكلام حول الموقف الجزائري في مواجهة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، والواقع أن الكلمات التي رددها السفير الجزائري المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بالجامع كانت أقوى من مجرد كلمات. في البداية هنالك شبه اتفاق على أن خيبة الأمل من مجلس الأمن تكاد تكون عامة حتى بالنسبة إلى الجزائريين، فمجلس الأمن مثله مثل الأمم المتحدة هيئات أخرى قد نكون غير واثقين في مسارها، غير واثقين في خطواتها، ولكن في الوقت ذاته عندما يكون لك موقف يجب أن يسجل التاريخ أن هذا الموقف تم تأكيده بشرف، لأن التاريخ سوف يذكر في الغد القريب وقفة الجزائر في مجلس الأمن، مثلما سيذكر شكوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مثلما سيذكر الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن والغطاء الذي وفره للكيان الصهيوني، مثلما سيذكر تواطؤ البعض من الذين دعموا الفيتو الأمريكي بطريقة سرية، مثلما سيذكر الموقف البرازيلي المشرف مع القضية الفلسطينية، ووزير خارجية البرازيل أمس قالها بدون دبلوماسية لنظيره في حكومة الاحتلال الصهيوني: أنت كاذب. مثلما سيذكر في المواقف الأوروبية ويفرزها الموقف النرويجي، الموقف الإسباني، الموقف الإيرلندي، مثلما سيذكر أيضا تلك الدول التي قطعت آخر أمل بالنسبة إلى ملايين، إلى 1,500,000 مدني أعزل في غزة، عندما قررت قطع الإعانات عن وكالة الأونروا، فساهمت بشكل مباشر في تجويع وإبادة الفلسطينيين. فكل هذا سيذكره التاريخ. كلمات عمار بن جامع أمس كلمات تشعر كل جزائري بالفخر والشرف، وبأن الجزائر عزيمتها لن تمل وإرادتها لن تكل، وسنعود مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتسجيل موقفنا ضد هذا الفيتو الأمريكي حتى نعزل أمريكا أكثر، رغم أنها هي من المفروض من تملك أدوات الحصار المسماة الفيتو الظالم.